بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. تعالوا بقى نتكلم النهارده في نقطة غياب 11 لاعب بالنسبة لسيراميكا كليوباترا عن مواجهة النادي الأهلي المقبلة. أول مباراة بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، طبعا الست ماتشات اللي جايين، المباراة اللي جاية الأهلي وسيراميكا. غايب كام لاعب؟ غايب 11 لاعب عن مواجهة الأهلي وسيراميكا. فرصة كبيرة جدا للاعيبة النادي الأهلي إن أنت تدخل مباراة زي كده وغايب عن الفريق المنافس 11 لاعب. 11 لاعب مش 11 لاعب مثلا قليلين، لا، 11 لاعب لعيبه مؤثره بالنسبه لسيراميكا كليوباترا. فرصه كبيره جدا ان انت عندك ست ماتشات، وسط الست ماتشات هتاخد الدوري، بس ان انت تتعثر في ماتش واحد ده هيعمل فرق كبير جدا بينك وبين المنافس اللي هو نادي الزمالك. طبعا الزمالك دلوقتي في صداره الدوري، ثاني الدوري بيراميدز، ثالث الدوري النادي الاهلي. فوز انت ست ماتشات، خلاص كده انت بالنسبه لك خدت الدوري. سيراميكا كليوباترا الماتش اللي جاي بالنسبه لمواجهه النادي الاهلي غايب 11 لاعب. فرصه كبيره جدا ان انت كلاعب تلعب بروح وتلعب بقتاليه. ركز ان انت تفوز الماتش، ما تركزش في حاجه غير كده. يعني انت داخل المباراه دي عشان تفوز الماتش، عشان ان انت تاخد الثلاث نقاط، عشان تحقق الفوز، عشان تاخد صداره الدوري وتاخد بطوله الدوري. اما ان انت تفكر في ماديات بقى وتفكر في مشاكل، لا، اركن الحاجات اللي هي الماديات، مشاكل، عقود، الكلام ده كله اركنه وركز في الست ماتشات اللي جايه. ده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. بالنسبه لياس تروب يا ريت ان انت في اختيارك للتشكيل للاعيبه النادي الاهلي اللاعب اللي جاهز هو اللي يبدا، مش شرط عشان لاعب يبدا معايا اساسي وانا شايف ان هو لاعب بيبدا معايا اساسي يبقى هو اللي يبدا المباريات. لا، ست ماتشات مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. يعني انا ممكن من وجهه نظري اشوف حسين الشحات افيد ليا من احمد السيد زيزو، انزل حسين الشحات في المباراه بدل من احمد السيد زيزو عادي. اشوف افيد انزل محمد علي بن رمضان بدل من امام عاشور، برضه ما فيش مشكله. اللاعب اللي جاهز معايا بالذات في التشكيله وبالذات في ايه التمرين. يعني انا عندي تمرين بشوف اللاعب اللي جاهز وبنزله. يعني بعد تصريحات قومش ظهر حاجات كتيره جدا. قومش لو انت شايف ان قومش اصلح ان هو يبدا ست ماتشات واستفاد منه، نزله ويبدا منه ونزله واستفاد منه في الست ماتشات اللي جايه. اهم حاجه اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس.